مسلسل حبيبتي من تكون يعود مجددا إلى الصدارة في الهند بسبب أحداثه الجديدة الغير متوقعة. المسار الحالي يدور حول فيرات يعد باكهي بأنه لن يسمح لأي أحد بانتزاع فينو منها. انتقد فيرات ساي قائلا أن باكهي هي من ساعدته في تبني فينياك والاعتناء به مثل ابنها، ويخبر أن باكهي هي من أنجبت فينياك واعتنت به وليست هي، وبالتالي فإن باكهي هي والدة فينو الحقيقية. تشعر ساي بالحزن عند سماعها هذا، بينما يخرج فيرات مع باكهي وفينو. علاوة على ذلك تسعد بهفاني وآشويني والآخرون برؤية فينو في المنزل. من ناحية أخرى تذهب ساي لمقابلة محام لرفع قضية الحضانة واستعادة ابنها فينو. في الحلقة القادمة سنرى ساي تصل إلى منزل تشافان مع محاميها وتخبر باكهي وفيرات أن أيام خداعها لها قد ولت، والآن تستعيد ابنها فينو من خلال الحضانة القانونية. تصاب عائلة تشافان بأكملها بصدمة، بينما تمنع باهفاني ساي من رفع قضية الحضانة. وفقا لأحدث تقارير لمنتديات الهند، سيلتقي فيرات بساي ويحاول إقناعها بالسماح لفينياك بالبقاء مع باكهي، ومع ذلك فإن ساي تصر على ذلك وتشير إلى الحقيقة أن باكهي غير مستقرة عقليا وأن فينياك ليس آمنا معها. يحاول فيرات الدفاع عن باكهي بقول أنها لن تؤذي فينياك أبدا، لكن ساي ترفض التراجع عن قرارها. وبحسب ما ورد ستفقد ساي قضية الحضانة، وستصدر المحكمة حكما لصالح باكهي وفيرات لأنهم تبنوا فينياك قانونيا. ستتدمر نفسية ساي وستخبر فيرات بأنها تريد إخبار فينياك بحقيقة أنها والدته. ستجري ساي محادثة مكثفة مع فينياك وتخبره بالحقيقة، ومع ذلك يختار فينياك باكهي بدلا من ساي، بينما يترك ساي محطمة لأنها لن تكون قادرة على أن تكون مع ابنها على الإطلاق. انتهى الفيديو. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات عن المسلسلات الهندية ونجومها، واعملوا لايك للفيديو وكلمة شكر منكم تكفيني.